عسلامة، مساء النور، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم كما تشوفوا باش نعملوا مع بعضنا خبزة جاتو بالبرقدان ياسر خفيفة وبنينة. مادابا توا وقت البرقدان والمقادير سهلة وموجودة في كل دار، وتبعوا معايا المقادير بالضبط باش تنجح معاكم الوصفة 100%. لهنا خديت فرينة معناها من المقادير اللي خديتهم قستهم بالجرام. خديت 4 كعبات بيض يكونوا بحرارة الغرفة، مش معناها من الفريجيدير. وعندي لهنا 400 غرام فرينة مغربلة، وخديت قشور برقدان رحيتهم معناها مازلت كي رحيتهم في الماكينة يكونوا فاوحين. وعندي ساشي خميرة جاتو وساشي سكر فاني، وعندي كعبة برقدان رحيتها بقشورها بكلها معناها حطيتها في الروبو رحيتها. 150 غرام سكر و100 غرام حليب يكون مش بارد معناها من الفريجيدير، وعندنا 100 غرام زيت. هكا هاو لهنا تبعوا المقادير كاملة كما وريتهم لكم، قدرة ربي تنجح معكم الوصفة 100%. وقبل كل شيء باش نوريكم حاجة فرحت بها على الاخر اللي هي القضية هذه. تراتتا لقيت السكر والقهوة والروز يا عيني. هاني وليت من عيان البلاد اللي يقولك. توا اللي تبدا عندها السكر والقهوة والروز والحليب سيء ذاك توجد والحمد لله. اما هذم مولينا نلوجوا عليهم بالفتاشة، تقولش علينا نشريو في الممنوعات اللطف. اللي يعطيك باكو سكر ولا باكو قهوة يقولك خبي في ساشي. يا لطيف وين وصلت بينا هالحالة، يا لطيف ربي يفك هالأزمة إن شاء الله، وإن شاء الله اللي جاي خير يا رب. هكا هاو حبيت نفدلكوا شوية. نرجعوا لهنا الوصفة متاعنا. أنا خديت بول من الأول، خديت البول جاتني ظريفة شوية مش غارقة بالكدا، واللي تبدلت خديت البول هذه غارقة أكثر باش نجم نركض فيها العظام. حطيت العظام متاعي تركض بالركاضة ذي الكهربائية، اللي ما عندهاش هذه تنجم تعمل بالفوي الأخرى معناها اليدوية. نركضوهم هكاكا مليح مليح، ونزيدو السكر بشوي بشوي. نحطو السكر ومن بعد نزيدو السكر فاني. لهنا يعني حطيت ساشي سكر فاني. شفتوا كيفاش العظم بياض، نركضوه مليح هكاكا لين يبياض العظم. الوصفة هذه خديتها من قناة اللي هي قاعدة تفرج فيا اسمها عائلة فاطمة منظر، عملتها هي ديجا الوصفة وعجبتني، والمقادير متاعها معناها ساهلين موجودين في كل دار. جربتها وعملتها وعجبتني، بنينة على الاخر وخفيفة وهشوشة حق، حتى الأولاد عجبتهم ما شاء الله كلاوها في نهار. هكا هاو قلت بعد معناتها من الفطور ديريكت معناها من اخر يد في الفطور مبرمجة باش نمشي العشية لدارنا. قلت هيا تو نهز معايا حويجة حلوة هكا، ايش باش نعمل هاي قلت خلي نعمل لك الخبزة اللي عملتها فاطمة عجبتني على الاخر. هاي قلت نعمل خبز برقدان ونهزها مع نقصروا بها الوقت العشية مع قهوة. ان شاء الله ربي يفضل لنا والدينا ويرضيهم علينا ان شاء الله يا رب، يذوكم راهم راس المال. ولهنا نضيفوا الزيت مع الخليط. واللي وصل لهنا نقوله ما تنساش اللايك وكومنتير باش الفيديو يطلع، وهذا راهو بفضلكم انتوما. واللي اول مره يدخل القناه نقوله زاده مرحبا بيك، فضلا اشترك في القناه باش يوصلك كل جديد. نكملوا الحليب نكملوا نصبوه في الاخر. وهذوكم قشور البرقدان انا عندي قشور رحيتهم معناها من احسن ترحيهم معناها في وقتها طيبوا بهم راهم يبداو فايحين على الاخر. اللي معناتها هاكا كيما تشوفوا رحيتهم هاكم القشور حطيتهم في الماكينه متاعي ورحيتهم يبداو فايحين على الاخر كي بداو مازالوا جدد. هاكا ترحيو بزايد شويه كميه معقوله معناها باهيه، وتشدكم بالكدا تحطوها في حكة صغيرة وتخبيوها وقت اللي حاجتكم هكا باش تعملوا اي حاجة حلوة تحطوا منها مغرفة. هاكا كيما تشوفوا هكاكا بودر. تحبوا نتوما ترحيوها اكثر من هكاكا تزيدوا شوية، بالنسبة لي انا هكاكا سافا. هكا ها خبيوه في حقيقة ونغطيوه بالغطاء. لهنا هكا حطيت مغرفة من قشور البرقدان، وباش نكمل نحط كعبة البرقدان اللي رحيتها معناها بقشورها بكلها. لهنا زدتها مغرفة حليب معناها خاطر هي ما حبش تترحالي بالقشور متاعها، جات هكا كيما تشوفوا كريمو. زدتها شوية حليب هكا. هاو لهنا نخلطوهم المكونات مع بعضهم الكل.
باش تتحل. ونزيدو نكملو الفرينة المغربلة. أنا هنا باش نخلطها بالخميرة معاهم، باش نخلطها بالمغرفة لهنا، ما عادش باش نكمل بالفوي. هاكا كيما تشوفوا حلوها كيكه بالمغرفه باش ما يقعدش فيها كعابر. تبعوها تتبيع. خاطر لهنا ما نجمش نستعمل الفويه هذيك الاوتوماتيك، خاطر طش معناها كيما تشوفوا البول معبيه، ما نجمش معناها نستعمل دونك هكا كيما تشوفوا عملوا بالمغرفه هكاك حرلح، معناها حركوها تو يتحلوا الكعابر الكل، ما تخليوش الكعابر وكها. كيما تشوفوا ديجا تحلوا في سال الكعابر، ما قعدوش معناها، ما قعدش، ما فيهش صعوبة معناها باش تقعد تخلط برشا، دوبا هكا شوية تحلوا الكعابر وكهاو سي فيني. هاكا كيما تشوفوا القوام تاع الخليط ما يكونش خاطر برشا ولا جاري برشا. وخذيت الفورمة متاعي ودهنتها بالزبدة ورشيت عليها في شوية فرينة. وانتم اي مول عندكم تنجموا تعملوش في الفورمة، معناها كان عندكم مول اخر تعملوا في مول اخر وتحطوها في الفور تسيب، تكونوا مسخنينه من قبل على 180 درجة. انا من عشاق الكيك في الفورمة، عشقي والله. ذكرني هكا في صغري في طفولتي، كانت قبل امي طيبنا هكا طاجين ولا مصلي ولا هكا كيك. الحق على الغاز هكا الفورمة الاخرى كل الالمنيوم تجيب على الغاز، الحق والله يجي بنين بنين، والريحة تبدا فاوحة للشارع، حسيلو الريحة والله تضرب للشارع. يا حسرة والله، حسرة على بنت زمان ويحسرة على نكهة زمان. كل وقت ووقته وكهو. هكا لهنا باش نحطوها في الفور. وهنا حضرت الخبزة متاعنا، شوفوا ما شاء الله كيفاش تتشقق الشقة ذيك، راهو لازم في الفور منظرها هكاكا. يعني باش نقلبها معاكم وباش نحطها، ظهرت لي باش نحطها على الفاس الاخرى، ظهرت لي خير، ما نعرفش هكا ظهرت لي احلى. ظهرتك التشريفة متاع الفور مع الكل. هنا تنجموا تحبوا تعملوا لها صوص برقدين، معناها تعملوا والا صوص شوكولا، نتوما وشنو تحبوا تزينوها. معناها صوص برقدين تنجموا تعملوا، تاخذوا كعبة برقدين، عصير برقدين معناها تعصروا كعبة برقدين وتحطوا لها بغرفة نشا وشوية سكر، وكل برقدين معناها حلو، مش لازم تحطوا السكر، تخليه يغلي شوية جست يغلي معناها يولي كراميل، وبعد تصبوها فوقه تجي بنينة ياسر. من لهنا الحق ماني مزروبة كي قلت لكم ماشية لدارنا، عملت حاجة هكا لف وكهو. هاكا كيما تشوفوا جات خفيفة وهشوشة، نودكم ولا نشهيكم، وننصحكم تجربوها الوصفة هذه، راهي تنجح معاكم 100%. هاكا كيما تشوفوا، شوفوا ما شاء الله كيفاش جات خفيفة وهشوشة، تذوب في الفم ذوبان. يعني ذقتها معاكم والله بنينة ما شاء الله، شهيدكم في الجنة ان شاء الله. هكا هاو لهنا نوصلوا لاخر الفيديو، ان شاء الله عجبكم الفيديو، ان شاء الله ملتقانا في فيديو اخر ووصفة اخرى. وتوا بما انه جاي رمضان، هكا حويجة حلوة للسهرية بعد شقال الفطر، حاجة تعمل الكيف. هكا هاو توا ما بقالي نقول لكم الى اللقاء.